لايف. ازيكم؟ نورني ضيفتي العزيزه. مالك؟ ممكن نقوم نبص للناس نسلم عليهم بسرعه قبل ما نبدا؟ لوكي قومي بصي هنا، هنا روحي تعالي كده جنب طنط حبيبتي. يلا بص هنا قول لهم هلو هلو. نور نورني. انت بدأت ولا ايه؟ عشان انا بكره يلا يا ايمن حالا هبقى معاكم حالا ان شاء الله. تسعينات اف ام. السلام عليكم. انا وانت وهو وهي عايشينها بطريقتنا. يمكن اكون صح ويمكن انت اللي صح ويمكن احنا الاتنين متفقين وفي ناس تانية مش متفقة معانا. اولادنا احفادنا تفكيرنا تفكيرهم رأينا ورأيهم. لا وكمان في امهاتنا وابهاتنا احنا مختلفين معاهم وعنهم، بس بنرجع ونقول اهي ماشية. يعني ببساطة تجيبها كده تجيلها كده، هي كده هي كده. ها استنوني انا داليا الدخيري معاكم على تسعينات اف ام. هي كده مع داليا الدخيري كل يوم سبت الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام. السلام عليكم، اهلا بيكم، منوريني وحلقه جديده ويوم جديد، ويا رب يا رب يكون يوم سعيد عليكم، واكيد هو حلو طالما انا معاكم فيه اكيد. اهلا بيكم، انا داليا الدخيري من برنامج هي كده. برحب بيكم، مستنيه بقى تفاعلاتكم على الصفحه ومستنيه مكالماتكم على 01042278894. قبل بقى يعني ايه ما اعرفكم بالضيوف اللي معايا واتكلم عنهم ونبدا نقول اهلا لضيوفنا. عايزه اقول لكم حاجه. فاكرين فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده؟ فاكرين لما كانت بيقول لمامة امير ابنك مش عاجبني يا ام امير، امير مش عاجبني يا امير يا ام امير، وراحت قايله له ولا عاجبني ولا عاجب باباه ولا عاجب الناس كلها. طب والحل ايه؟ مش لاقيين حل. النهارده تقريبا احنا الكلمه او الموضوع بتاعنا ان هو انا ابني مش عاجبني، سلوكه عدواني او شكله مش مظبوط او بيصوت، بيعيط كتير قوي، بيشتكي كتير قوي وعلى طول زنان، على طول عصبي منفعل. هو ده الموضوع، السلوك العدواني. موضوع مهم جدا، في بيوت كتير قوي بتعاني منه. هنتكلم عنه استفاضة كتيرة جدا بعد بقى ما ارجع من الفاصل، وهرحب بضيوفي بعد الفاصل، بس هطلع لكم فاصل صغير قوي. اوعوا تروحوا في اي حتة تانية، مستنية مكالماتكم، مستنية رسائلكم على 01042278894. اوعوا تروحوا في اي حتة. ده لو اتساب قلتين ايمن اعمل لها الشير على صفحتها. خش على صفحه التسعينات ولا مش طالع لها الشير على صفحتها، مش عارفه ليه. لا لا انزلي تحت اطلعي كمان كمان. اهو 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 ده مين؟ لا ده فين اللي بتاع دلوقتي؟ المفروض هو بقى اخر حاجه طبعا. لا هي اصلا مش اللايف فين بتاعها. وريني اهو. اشتغلت على صفحتك؟ اهو الشير اهو، افتحي من تحت بقى الشير اهو تحت. دقيقتين ده بيقفلني وياخد العين ليلي يا عين. دي طالعه كده جدا. احنا كده معانا دقيقه واحده. ايه ينفع اعمل حاجه دي؟ لا صعب فنان. انا عايزه ابقى كده شويه. ايه عايزه تبقي كده؟ التعبير توقعي. طب كده كويس. بص كده كده بالصوت بقى اعمله كده شويه. ايه رايك لا، كده؟ استني. طيب هو قصاد هو قال لي تمام. انا عمري ما كده كويس. حلو قوي، انت زي الفل. انا كده حبة حبة دي حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين احنا التالتة هي انا لما التالتة اقول اللي لك ثابتة. لما نيجي نطلع يعني قبل الفاصل بتاعه هروح قايله لك اللي جاي دوت هو اللي هننزل. متقلقش يعني، متقلقش. ايه يا ايمن؟ ايه يا ايمن؟ لازم نفرج الناس علينا كل مره. يعني غبت المره اللي فاتت ما عرفتش افرج حد على مينا. ليه افرج الناس عليك ليه؟
ليه وشمر لك كده؟ ما قلتش ان احنا بنطلع وهي بتتكلم كده. ايه؟ كنتش بحسب ان احنا طالعين. لا احنا طالعين واحنا بنعمل كل حاجه، احنا لا، بنضرب بعض دلوقتي ليه؟ واحنا مفيش اي حاجه. في ايه؟ لا لا. رندا نور بتقول منورين، منوره يا رندا، ميرسي. آية الفخري، هلو يا آية، ازيك؟ يلا قولوا لنا اللي عنده مشكلة مع الموضوع ده يا ريت يتكلم معانا فيها، مستنيين تفاعلاتكم. يلا يا أيمن. يلا انت بتضحك ليه؟ شغالك الغزاله رايقه. بص يا أيمن، ابعت لي مينا، اطلع بره ابعت لي مينا. يلا بينا. يلا. ورجعت لكم تاني، منوريني كل الناس اللي على الصفحة وكل الناس اللي بتسمعنا، أهلا بيكم. أنا مستنية مكالماتكم كلها، وكل حد عنده مشكلة مع ابنه في الموضوع ده يا ريت نتكلم فيها ونحكيها. مستنية مكالماتكم على 004427894. هرحب بقى بضيفتي الأولى العزيزة الغالية جدا. أهلا بيكي أستاذة سمر يحيى، لايف كوتش، أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. أستاذة سمر، ابنك على ما تربيه مم. تمام، احنا هنتكلم في موضوع حلو قوي، مم. يعني زي الفل كده. ابني عصبي او سلوكه عدواني، مش عصبي. اعتقد ان عصبي دي مختلفه عن ان هو يبقى يعني سلوكه عدواني، مش كده؟ ايوه، عصبي ده سلوك سلبي. اه. اما عدواني ده سلوك. قولي لي بقى دلوقتي. يعني ايه بقى، قولي لي بقى يعني ايه تمام. سلوك عدواني؟ احنا اهلا بيكي، اولا مبسوطه ان انا معاكي. ربنا يخليكي، اول متشكره حاجه جدا. هتكلم عن السلوك العدواني. أيوه. في شعار انا بحبه دايما، ان احنا واحنا بنتعامل مع اولادنا يبقى تحت شعار كن محسنا ولو لم تلقى احسانا كفى ان الله يحب المحسنين. عشان احنا دايما نبقى حاطين عينينا على تربيه ولادنا، ان احنا واصلين لفين، عشان ما حدش يبقى تعب. بنتعب في النص، بنتعب وما نقدرش نوصل. حقيقي. في ام تجيلي تقول لي انا خلاص زهقت من ابني، انا تعبت، بيعيط، بيكسر، بيعض، بيضرب، يبهدل الدنيا، عنف، وبيمد ايده على نفسه، على اخواته، وبيمد ايده عليا. اول حاجه الام بتقولها مفيش فايده. خلاص ده بقى يعني ده بقى طبع، خلاص ده هي عايزه هي تتكلم في ان ده طبع يعني. بتتخيل ان ده كده مفيش فايده. اول ما الام ان هي وانس ان هي قالت ان مفيش فايده، يبقى خلاص مفيش فايده. دي اول كلمه احنا عايزين نلغيها من قاموسنا. ايه السلوك العدواني؟ زي ما قلنا من شويه، ان هو تصرفات تتسم بالعنف وبالاصرار على العنف. بالذات لو احنا اكدنا له ان هو هياخد اللي هو عايزه بالطريقه دي. لما احنا الطفل يعمل سلوك مش كويس، تمام، واحنا بنتجاوب معاه في السلوك ده، بالتالي هو هيستمر فيه. زي مثلا انه بيكسر لعبه، ان هو بيقول كلام خارج او الفاظ مش كويسه. والعنف ده ليه نوعين. في عنف جسدي، ان احنا هو يمد ايده على حد، او ممكن ان هو يحاول ياخد حقه بايده يعني، بس بطريقه مش احسن حاجه. تمام. وفي اطفال كمان ممكن تمد ايدها على باباها وعلى مامتها. في اطفال بتاخد حقها بالعنف جامد، ممكن يضر حد وممكن يأذي نفسه، بيبقى عنيف على نفسه. ده العنف اللي هو الجسدي. اوكي. في العنف اللي هو اللفظي، اللي هو التنمر، طبعا كلنا عارفين التنمر عادي. في الشتيمه، الزعيق، الصوت عالي، صريخ مستمر من غير ما يفصل خالص. ده كله بيندرج تحت انواع العدوان. تمام، دي انواعه اللي هم بس لفظي وجسدي، صح كده؟ ايه اسبابه بقى؟ اسبابه احنا الاول ممكن نقول الاول ايه هو العدوان، امتى يبقى خطر، اوكي، وامتى يبقى عرض. حلو برضه، تمام، ماشي. اول حاجه مش كل سلوك عدواني هنقول عليه ان هو عنف. في سلوك بيبقى عرض لموقف، مثلا الطفل كان حالته النفسيه مش احسن حاجه، مش على طول، لموقف ده اسمه عرض. وده بيتوقف على تعاملنا احنا معاه. لو احنا استجابتنا للاوراد فعلنا معاه ايه بالظبط كده. لو احنا استجبنا بطريقه معينه هيخلينا ان احنا نستمر في السلوك العدواني او نتوقف عنه. تمام، حسب استجابتنا للطفل. طب ثانيه واحده بقى، يعني انا دلوقتي لو هو اظهر لي بشكل عرضي بس ان هو منفعل في موقف، انا رد فعلي المفروض يكون ايه؟ لو هو اظهر على حسب الموقف. لو هو عرض على حسب الموقف. ايه الموقف؟ لو حاجه ينفع ان هو ياخدها، مثلا بيطلب حاجه بطريقه مش كويسه، تمام، لو حاجه ينفع ان هو ياخدها مش هيديها له الا لما يتعامل بطريقه كويسه. تمام. لو حاجه مش هينفع ياخدها هقول له انه مش هتنفع تاخدها عشان كذا، واوضح له الاسباب، وما اديهالوش تحت اي ظرف. شرط ما استجابلوش يعني. لا،
ادام بيتكلم مثلا عياط دايما، انا بعيط عشان اخد الحاجه. لو انت لا بس ده شكل، احنا بنتكلم عن العرضي مش اللي هو الدائم. عن العرضي. العرضي على حسب، بوضح لابني الاسباب. لو انا هقدر اديله الحاجه هتنفع، يعني لو حاجه متاحه قشطه خلاص عادي. لو حاجه مش هتنفع بوضح له السبب وبقول له مش هينفع عشان كذا كذا، بس اللي هو مش بكلمه بطريقه ان انا بستفزه. يعني انت تستاهل، انت مش تاخدها عشان كذا. لا يا حبيبي والله انا نفسي اديها لك، بس مش هينفع عشان اسباب كذا كذا كذا. اقتنع كان بها، ما اقتنعش هنشيل الحاجه. والتجاهل التجاهل ده بالنسبه للسلوك لما يكون عرضي. لو كان بس دائم شرط برضه في العرضي، معلش، في التجاهل انه ما يأذيش نفسه ما يأذيش حد. يعني تجاهله بس خلي عيني عليه، عشان ممكن هو يكسر يأذي نفسه، يكسر يأذي حاجه. تمام. الدنيا تزايدت قوي، نمسك ايده بس ما اذيهوش. امسك ايده لو هو بيأذي حد. خلاص ده للعرضي. بالنسبه بقى لو الطفل محتاج مساعده او حاجه، بيتوقف على ايه؟ عندنا كذا شرط للموضوع دوت. بنحكم على ايه فيها؟ لو السلوك دوت بيعوق الطفل. تمام. يعني ايه بيعوقه نفسيا او عقليا او اجتماعيا. يعني مثلا الطفل مش قادر يعبر عن نفسه من كتر ما هو عصبي، فهو مثلا جعان فبيعيط وبيكسر، هو زهقان بيعيط وبيكسر، فكده اصبح ان هو العدوان بقى مرض. تمام. ما يقول انا جعان. ده بقت طريقه للتعبير. ده نبدا نقول ان هو خطر. مثلا مش عارف ان هو اداؤه الدراسي، تواصله الاجتماعي، بقى مش عارف ليه اقران ولا اصحاب. كل حاجه يا هو اللي يلعب يا محدش لاعب، يا هكسر اللعب. تمام. بلا هدف. ما بيعرفش يتفق. فدوت هنا نقدر نقول ان السلوك بدأ خطر. تمام. نبدا ايه المقياس بقى كمان؟ ان السلوك ده بيتكرر قد ايه، يعني الاستمراريه. على الاقل لازم يكون لمده شهر بشكل دوري كل يوم. تمام. كده هنا اقدر نقول ان السلوك خطر، ولازم ندخل استشاري تعديل السلوك يقدر يحط لنا خطه علاجيه. يعني انا هاخد بالي كويس قوي ان دي مره حصلت كده. ايوه. بشكل عرضي. مره او بتحصل كل فترات على فترات متباعده مثلا. يا اما لو هي بشكل مستمر للتعبير عن احتياجاته ايا كانت. هي ده طريقته او اسلوبه ده للتعبير. بقى اسلوبه في التعبير. تمام. ده لو هو بس لمجرد انه بيصوت ويعيط، لكن انا متهيالي ان هو يعني سلوك عدواني ده يعني هو بيعمل حاجات اكتر من كده. مش بيصوت ولا بيعيط، هو يضرب او يعاقب او يخبي مش عارفه ايه، او يعمل حاجات بشكل معين. احنا شرحنا كده السلوك العدواني كله، بس هو في العرضي بتبقى حاجات اهدى شويه. حتى لو كانت نوبه غضب شديده جدا، تمام، بتبقى مش مستمره دايما. احنا قلنا لمده شهر دوري متكرر كل يوم. ممكن بقى النهارده بنغضب على كذا، بكره بنغضب على كذا، واسلوبه في التعبير وحش جدا. الاولاني في العرضي انا رد فعلي ان انا حاجه من الاثنين، يا بفهمه واتكلم معاه فهم تمام، ما فهمش يبقى انا هحجب عنه برضو نفس الفكره اللي بيعمل عليها الموضوع ده. ايوه. وبرضو خصوصا لو هو طلبها بطريقه او ما استجابلوش يعني. الموقف الثاني هو رقم 1 ورقم مليون، هو العرض على استشاري او ايوه طبعا لو الموضوع نفسي في الموضوع ده لازم حد يتدخل يساعد. تمام. ده بالنسبه لمقاييسها. ايه انواعه بقى؟ السلوك العدواني احنا قلنا سوري ايه اسبابه؟ هقول لك على الاسباب. احنا هنا برضو عندنا نقطه صغيره في موضوع المقياس. عندنا 3 انواع للاباء. هما في المقياس ده بيبقوا مش بيعرفوا يحددوا الطفل دوت عنده سلوك عدواني ولا ما عندوش سلوك عدواني. يعني طريقه القياس نفسه او مقياسنا نفسه ممكن أنا بتختلف من الناس الاب والام يكون من النوع اللي بيهول الدنيا. انا ابني غضب مره، لا ده انا ابني عايز دكتور، ده انا ابني تعبان، ده الاب دوت بيبقى بيتعب نفسيه الولد، لان هو بيبقى عايزه دايما مثالي. فبيزود عنده العدوان. في عندنا الاب اللي بيهون، بكره يكبر ويعرف. ساعات بيبقى الموضوع خطير جدا. تمام. وبعد كده لو سبناه الدنيا بتبوظ. فاحنا لازم نكون النوع الثالث اللي انا نفسي كلنا نبقى هو اللي هو الاب اللي يكون موضوعي. اب والام يكون موضوعي. اللي هو يسال نفسه هو الموضوع ده اتكرر، الموضوع دوت بيحصل كتير، السلوك ده مؤذي، تمام، مقزز، السلوك ده خطر. ساعتها بقى نقدر نقرر احنا محتاجين كده استشاري او مش محتاجين. تمام. ده كده بالنسبه لان وانا او في اشكال او انماط الناس نفسها اللي بتتعامل مع الموقف ده، اللي هو الاب والام اللي هم بيتعاملوا بشكل مباشر مع الطفل، وهم اللي بيلاحظوا سلوكه. هم نفسهم ليهم 3 انواع هم كمان، يا بيهول يا بيشتري يا بشكل علمي منطقي كده لطيف وموضوعي. انا اشوف نفسي، اسال نفسي هل انا ابني ايه. وعشان في ابهات اللي بتهون بتخاف ان هي تروح لاستشاري. خايف يروح يقول له ابنك مجنون، يدخلني في حوارات. ابنك انت هتخش فيها اوريدي يعني شويه، هتخش فيها لوحدك برجلك. بيبقى داخل في حته بقى غميقه كده. فيعني الاب الموضوعي الام الموضوعيه
هم اللي بيستفيدوا بعد كده، ومهما كان الموضوع خطير بيتلم. بس احنا لو خدي سيبناه بالك من حاجه برضه، ما هو احنا بناخد تجارب وبناخد مفاهيم من اهالينا. خدي بالك ابنك ده مش مظبوط، الواد ده كده مش عارفه ما بيتحركش حلو وما بيقولش، لما بينفعل بيعمل حركات زياده عن اللزوم. خدتي بالك من وشه وتعبيراته، ده عصبي على طول كده وهو بيتكلم. اللي بقى يقول لك ايه، لا 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 عادي سيبيه بكره يكبر ويتكلم. عادي عندنا عادي. جدا في التخاطب بيجي لي الطفل عنده ممكن يقعد ل3 سنين و4 سنين و5 سنين ما بينطقش حاجه وما راحش لحد عشان هيكبر ويتكلم. هيكبر امتى؟ انا مش عارفه. المفروض ده يكون عنده حصيله لغويه على الاقل يقول جمله من 3-4 كلمات. تمام. فده بيأثر بقى بعد كده جدا. فاحنا بيبقى عندنا الحته دي شويه ان احنا بنكتسب احنا من نكون موضوعيين لان خبرات هو ابننا يعني الناس اللي حوالينا يعني. لا طبعا كل الناس اللي حوالينا مع الاحترام ليهم محدش يعني التخصص. تخصص كل واحد متخصص في مجال. اللي حواليا ابني هو اللي هيتضر، اللي في الاخر اللي حواليا هيسيبني ويمشي. طب عايزه اعرف الاسباب. تمام. الموضوع ده يعني مهم قوي. في اسباب كتير، هنحاول ان احنا نلم على قد ما نقدر فيها. اول سبب عشان نبقى جبناها من بدري يعني تمام. المشاكل النفسيه عند الام اثناء الحمل بتاثر على الجهاز العصبي عند الطفل وبتخلي عنده استعداد ان يبقى فيه سلوك عدواني. تمام. ده هيخلينا نقول ان هو في جزء وراثي. تمام. لكن هو اساسا سلوك مكتسب. بس الجزء الوراثي ده لو ما اتدعمش مش ملوش اي معنى. يعني الجزء المكتسب اكتر بكتير. يعني الجزء الوراثي ده حاجه يعني كده، لو احنا دويناها وتعاملنا كويس يبقى تمام. مش هيبقى لو نميناها بقى بالاكتساب اللي حواليه يبقى احنا طلعناه بالظبط. هيبقى بقى يزيد الاستعداد، هيبقى متأصل. تمام. واحنا برضو اللي هنتعب فيها جدا. تمام. في حاجه تانية برضو لازم نعرفها، في حاجه اسمها طبيعه بشريه. احنا بننسى الموضوع ده خالص. احنا بنبقى عايزين ولادنا علي من الناس الكويسين اللي هو قاعد بيقرا جورنال وبرنس في نفسه ولابس كده ومهندم كده علي من الناس الكويسين. عارفاه بتاع سهر الليالي. ايوه هو ده. كلنا بنبقى عايزين ان شاطر في المدرسه، عارف كل الرياضات، بسم الله ما شاء الله، شاطر في دروسه، بيطلع نار من بقه، فاهمه كل حاجه. بس طبعا احنا لازم نعرف حاجه اسمها طبيعه بشريه. كلنا بنغلط. لازم نعرف نعرف ولادنا ان احنا ينفع نغلط. احنا ولادنا بيكرهوا نفسهم لما بيغلطوا عشان هم ما عندهمش كونسبت ان احنا بنغلط. اللي بيغلط بقى وحش. كلنا اتربينا على كده. لا حتى ربنا لا انت ما ينفعش تغلط. خير الخطائين التوابين. يعني نخطأ ونرجع. ونرجع. احنا هنغلط عادي. لازم ابننا يعرف ان احنا هنغلط عادي. تمام. ولازم احنا نبقى عارفين ان في الطبيعه البشريه ان الابن يغلط عادي. وان هو بيغلط هو مش قصده يضايقك. هو مش ابن الجيران، هو ابنك. هو مش قصده يستفزك. بس هو بيستكشف وبيكتشف. لازم ان احنا نعرفه ان احنا اهم حاجه ما نسعاش للغلط مره تانية عشان برضو ما ياخدهاش حاجه حلوه. انا ممكن اغلط قشطه بس احنا بنحسسه او بنوصله فكره ان هي تجربه. وبتعيدها من جديد عشان تنجح. يعني تجربه وفشلت وانجح المره الجايه. مفيش مشكله يعني انك تغلط مره لكن مش هنكرره بقى ونستعبط. الاب والام اللي يكونوا زي حالتنا كده اللي بيحبوا يستخدموا اساليب التربيه الايجابيه بيفتكروا كده ان هم عملوا اللي عليهم. ابسولوتلي ولا اي حاجه. مفيش الكلام ده. احنا بنعمل اللي علينا. احنا لازم نعرف ان احنا مسؤولين عن السعي مش عن النتيجه. تمام. دي لازم نقطه نتاكد عليها كلنا عشان طبعا بتجيلي امهات محبطه. انا بعمل كل حاجه وفي امهات ما بتعملش حاجه وولادهم زي الفل. دي اقدار. احنا بنعمل اللي علينا. تمام. لازم تعملي اللي عليك. اعملي اساليب التربيه الايجابيه كويس جدا وكل حاجه. احنا بنزرع عشان نلاقي. تمام. النتيجه مش بتبقى وقتيه. تمام. بس اهم حاجه لما الام تبقى عارفه ان هي ينفع تغلط. تمام. وان هو الولد عارف ان هو ينفع يغلط بس ياخد فرصه انه يغلط مش ياخد على وشه. يعني ياخد فرصه انه يغلط ويتعلم. بعد كده نتناقش معاه. بالعكس لو احنا حسينا الطفل ان هو يبقى مثالي هيبقى عنده حاجه زي عند ناس كتير قوي عندنا البرفكشنزم. الكماليه. السعي للكمال. هيبقى مش عاجبه حد ولا عاجبه حاجه ولا عاجبه نفسه. واللي هو بقى عايز احسن لعبه احسن اكل احسن شرب. مش هيبقى متفاعل مع اي حد خالص. بس هتزهق منه. وده هيتحول لسلوك عدواني. هيبقى سلوك عدواني لان هو هيبقى وحيد. تمام. مين هيستحمل الكماليه؟ طيب انا هستأذنك نطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل عشان الناس تركز معانا بقى في بقيه البهاريز بتاعه الاسباب اللطيفه اللي احنا بنتكلم عنها دي. هنطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني. اوعوا تروحوا في اي حته. كده صوتي مش طالع صح؟ انا لو عايزه. انت فين سماعتك؟ فين مش عارفه. ما حدش قال لي حاجه.
فين؟ لا عادي، اتفضلي. انت كده كده هي سامعاكي. ما انا طب أنا كنت عارفه عايزة بس انا مش ألبسها هي عشان كان يبقى نفسها شكل- تلبسها. يعني حرام يعني اديني هي واحد. انا عايزه ابقى وشي طالع ان انا جايه بالجنب من عند التعويره، والله عيب. وعلى فكره كل الناس فنيه والناس مش تفهم. على فكره خدي بالك ان الناس كلها اللي ما كانتش شايفه التعويره دي كل الناس شافتها، يعني عادي، عايزه عادي. خدوا بالكم ركزوا بقى اللي هم عارفين اصلا انا جايه بيها. جايبه يعني الناس مركزه معاك، اللي ما يعرفهاش وعارف ان ما فيش هنا تعويره بركزوا كده في تعويره على جنبين، خدوا بالك. بجد ليه جايين بالجنب؟ ليه مش جايين بالوش؟ اجيبك هنا اقعد انا فين اشوف ايه عارفة. اجيبك هنا وبعدين يعني اول بس. حد يعترض على القعده دي على فكره انت لا انت عارفه لو مش التعويره مش هعترض، مش مشكله معايا. ماشيين تمام كده كويس. الحمد لله. طب نشوف الناس على مش الصفحه عارفة. بيقولوا ايه. بيقولوا ايه؟ انا خايفه افتح والله. لا افتح. اخاف. دنيا كنت طب السنة واتشنج ده. زيك يا الله. دنيا بتقول حبايبي انت حبيبتنا يا دندونه. مريم حلمي بعتها هارت، ميرسي يا مريم. سمر حبيبتي منوره، دي اسماء. يوسف عاطف بيتفرج، هلو. نسرين حسن ازيك يا نوسو عامله ايه؟ منوره يا استاذه سمر. لا وطي يلا احنا هنعمل حاجات وحشه قوي كده. مش عايز يشتغل عندي ليه؟ امال انت بتكتبي فين؟ مين؟ اما هو مش عايز يشتغل عندك، امال انت بتكتبي فين؟ زينب ماهر، انت بتكتبي فين يا زينب؟ يعني انت مش مركزه ولا ايه زينب في ايه؟ كلام مفيد جدا استاذه سمر، ميرسي. منوره يا سموره. نهى يحيى متألقة كالعادة، ميرسي يا نهى ربنا يخليكي، منورين الدنيا. نسرين حامد، هلو يا نوسو. ايوه فعلا صح جدا النقطة دي، لازم يتعلم من غلطاته. دي دنيا كونسوب بتقول. قمر والله بالتعويرة، شيماء بتقولك ايه؟ شيماء ابراهيم بتقولك. سكر يا سمر كالعادة، برافو سمورة. كمال مشهور. منورة يا قلبي. ملك هارت، ألف سلامة يا دكتور. نسرين حامد بتقولك ألف سلامة يا دكتور. هو انا صوتي طالع؟ لا طلع أنا تعويرة. عملت كده. انت مش فضحتي روحك. يعني الصوت استحملي هم بقى. عارفين والله. استحملي. منورة يا سمورة. كوكي أحمد، دايما بستفاد منك يا أبلة سمر. مين؟ انا مش شايفه الحاجه اللي منورة يا عندك. كوتش سمر. اه منى يوسف. سمورة القمر. منورة متألقة والتعويرة باينة. اوكي ميرسي جدا يا شيماء. عبد الحكيم ميرسي جدا، ولا عبد الحكم. اوكي. رضوى اسماعيل بتقول لك صاحبي الجامد منور. ميرسي ليكوا جدا يا جماعة. ماشي احنا كده بنتأسبوع صح؟ يلا انت عايزة اديها على السماعة. مش راضي يضايق. ماشي جاهزة؟ هنطلع يلا. يلا بينا. ورجعت لكم تاني منوريني، مستنيه مكالماتكم، مستنيه رسايلكم على 01042788994. برحب بكل الناس الحلوه اللي معانا على الصفحه وبيسلموا على الكوتش بتاعتنا العظيمه وبيقولوا ان كلامها هايل جدا وان هم مستفيدين من كل اللي هي بتقوله. نكمل بقى. انا الاول بس هرحب تاني واقول تاني ان الاستاذه سمر يحيى معايا لايف كوتش، وبنتكلم دلوقتي عن الاسباب الخاصه بالسلوك العدواني عند الاطفال. اوكي. في سبب تاني اللي هو اساليب التربيه اللي بستخدمها مع اولادي. يعني طيب إيه؟ معلش برضو معلش هقطعك، احنا معانا تليفون هنقول الو. عليكم السلام. ممكن اكلم الاستاذه سمر؟ اتفضلي. طب يعني مش نرحب بايه؟ رحبي بينا. مدام امل. اهلا يا مدام امل، ازيك؟ منورانا. كلمي معاكي استاذه سمر. طب انت عايزه تتكلمي عن ايه في الموضوع؟ انا عايزه اتكلم عن السلوك العدواني. طيب علشان نقول ايه؟ انت عنده نفس الموضوع وهي معايا يعني متابعين. والله؟ طيب نتكلم يعني انت عندك تجربه جامده جدا في الموضوع ده يعني. صح. الله، لا حاجات كتير بجد، وهي بصراحه نفعتني في حاجات كتير قوي، ربنا يصلح لها حالها يا رب. ما شاء الله، ربنا يبارك لها ان شاء الله. طيب قولي لي انت حسيت يعني انت لاحظتي ايه الاول؟ ايه اللي انت خدتي بالك منه الاول؟ على كان سلوكه عدواني واضح صريح، يعني ضرب، وحتى هو ممكن كان ما بيحسش بالضرب الوقت لفتره من الفترات. من كتر ما انا بتعامل غلط طبعا في الاول، انا كنت بعاقب. قولي لي انت زي ما استاذه سمر قالت كده، انت هاخد معاكي المده اللي هي شهر كامل مثلا او مده طويله جدا، انت شايفه شكل السلوك العدواني ده بالمنظر ده؟ طبعا خدت فتره وانا كنت بتعامل غلط، يعني انا فتره طويله جدا بتعامل غلط. انا ما رحتش لحد وكنت بضربه وبتعامل معاه بطريقه مش صح خالص. تمام. بس
بعد كده هي كلمتني، رحت يعني عندها وهي قالت لي فهمتني هتعمل ازاي. و طب الدنيا أحضنه اتغيرت؟ كتير. نعم. اتغيرت الدنيا؟ اه طبعا. بجد؟ احضنه كتير، قالت لي اهم حاجه امم احضنه كتير وحسسيه ان هو حد مرغوب فيه، طبعا. وما تركزيش في كل التصرفات، اعدي له حاجات طنشي واعرف ان هو يعني. اكيد بيغلط، اه وان هو لما بيغلط مش بيبقى قاصد يضايقك خالص، هو بيبقى تمام. عايز يلفت نظرك ليه مثلا، شايف ان انت مشغوله بحاجات تانية غيره، امم هو محتاج شايف فيك انت كل الحاجات وعايز يبقى انت بس يعني عايز شايف فيك كل الحاجات ومش لاقيه ان انت هو قد مدياله اي ايه؟ حاجه. هو عنده قد ايه؟ هو دلوقتي 12 سنه. ما شاء الله، ده كبير يعني. انا متخيله ان انت اه بتتكلمي عن حد لا 5 ده هو فتره طويله سنين. جدا، انا تعبت معاه جدا جدا يعني. اه بس الحمد لله هو دلوقتي احسن بكتير قوي الحمد لله. طب لدرجه الحمد ان انا لله. وقت من الاوقات كنت بحس ان هو ما بيحبنيش اصلا. اه. والله فعلا. بس ايوه، ما هي الام بس لا بتزهق. دلوقتي الدنيا اتغيرت طبعا الحمد لله يعني. الحمد لله. طب يا رب دايما ان شاء الله وفي تحسن، وان شاء الله تشوفيه احسن واحد في الدنيا. يا رب يا رب يا وحضنتيه؟ حبيبتي ربنا حضنتيه يخليك. النهارده؟ منوره يا دكتور. حبيبتي تسلمي. طيب حضنتيه النهارده؟ اه حضنتيه حضنت ولا النهارده. ما حضنتوش؟ الواجب ده طب الواجب. يلا بقى روحي اقفلي بقى التليفون وروحي احضنيه حضن جامد قوي ده منك، وحضن تاني كمان جامد قوي 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 ده مني انا. ميرسي ليكي جدا على حاضر يا حبيبتي، ماشي اتصالك، يا وان حبيبتي، شاء الله شكرا، نشوفك مع باحسن السلامه. حال انت وابنك دايما ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، شكرا، السلام ميرسي عليكم. يا حبيبتي، شكرا. نرجع احنا بقى نكمل، ده هي عدت من الاسباب. اه هي قالت اه. يعني نقول بقى نكمل تمام. الاسباب. اساليب التربيه اللي بستخدمها مع ولادي زي اه. ما احنا شايفين بالظبط، وده مثال مجرب يعني. اه اولا الام لما بتبقى جايه لي اصلا بتبقى تعبانه مع اولادها، فهي مش بتبقى جايه مرتاحه. مش مرتاحه. ايه الضغط. ده؟ هي بتتكلم دلوقتي بعد ما الموضوع هدي، وهي وهي صوتها اصلا ان هي خلاص يعني الام بتجيلي كانت شايله بتحس ان يعني. ابنها خلاص هو بصي خلاص اعصابها باظ تعبانه، دي بتتكلم وخلاص اعصابها الدنيا تعبانه. باظت، فهي بتجيلي اصلا تعبانه. بس مشكله الام لو جات لي اللي هي عايزه كبسوله اه وننجز ونعالج على طول، تمام. لا دايما الموضوع بياخد وقت شويه. في اساليب كتير للتربيه بتبقى مش كويسه، هي اللي بتعمل معانا سلوك عدواني زي الضرب. اه طبعا ده اول سلوك، دي من الاسباب برضه. ده اساسي. أوكي. انا لما انا بضرب يبقى انا هتعامل بنفس الطريقه. تمام القسوه، تمام. في ان هو عايز يبني ماشي على المسطره زي ما قلنا. في اللي هو الحمايه الزايده او التدليل الزايد، دي ليها نفس النتيجه بتاعه القسوه والضرب. يعني انا لما دلع ابني قوي زي كاني ضربته بالظبط. يعني ليها يعني نفس الزياده النتيجة. قوي وحشه طبعا. والنقصان قوي وحش. أيوة. خلينا الاتنين معتدلين بيدوا. في النص يعني. احنا دايما انعكاس لاولادنا، ولادنا انعكاس لينا قصدي. فهم بيعملوا اللي بيشوفوه. فانا لو انا بضرب ازاي ابني مش هيكون بيضرب؟ يعني انا قدوته. انا قدوته بالظبط كده. فده سبب، ده من ضمن الاسباب. من ضمن الاسباب. في سبب كمان ان العيال اصلا بتتعلم بطريقه اسمها تراي اند ايرور، يعني التجربه زي ما قلنا من شويه. عايز يكتشف الحياه حواليه وعايز يعرف. ممكن يمسك السكينه زي ماما، يحط ايده في الكهرباء، يمد ايده على حد، يعمل حاجات كده زي ما بيشوف ماما، يحط مفتاح مش عارفه ايه احنا ويفتح بنفتكر كذا بقى ان عشان هو يبوظ. كده ايه، هيبقى ده بيعمل حاجات غلط كتير مش عارفين نسيطر عليه. بس هم كده بيكتشفوا اللي حوالينا. تمام. في حاجه كمان لازم نعرفها كويس جدا، ان الاطفال بتحكمهم المشاعر اكتر مننا، المشاعر والعواطف. يعني هو ممكن يكون زهقان يقوم ضارب اخوه عادي جدا. ماشي. ممكن يكون جعان واحنا عند ناس يمد ايده على الاكل. طبعا بنتحول الراجل الاخضر بقى وبنقول وعيب، وده لسه واكل اللحمه في البيت والسفره ما بتتشالش من هو كتر الحاجات. ما بيعرفش. العقل التحليلي عنده السلوك بتاعته مش اكتف خالص. هو الوقت شغال بالعقل بالمشاعر. تمام. فالسلوك العقل المنطقي عنده مش شغال. فاحنا لازم نفهم ان الطفل مش زينا. دي من الاسباب برضه. فدي من الاسباب. في اسباب تانية. في سبب كمان لازم نعرفه، هو ايه وظيفه العيال اصلا؟ ولادنا ايه وظيفتهم في الدنيا؟ جيس وات؟ يلعبوا. يلعبوا؟ ما ينكدوش انا علينا. كده انبهرت. لا يلعبوا. ينكدوا عليه. هم والله في في الحياه انا عايزه اقول ان احنا ايه، لا حقيقي هم وظيفتهم الاولاد هم طالعين عشان وظيفتهم يلعبوا فعلا. دي الحقيقه. احنا مش عارفين كده. احنا شايلينهم المسؤوليه يبقى جامده دكتور جدا. من ثالثه ابتدائي. لا هو نعم اللي في رابعه ابتدائي دلوقتي هيبقى دكتور. لا وش يعني بعد ما انا رابعه ده. بس مالناش دعوه يا محي يعني كمل. والله خلينا في موضوعنا. خلينا يا محي. فانا بقول لك يعني ان احنا هم وظيفتهم يلعبوا زي ما بقول لك كده والله. فاحنا ايه اما بنضغط عليهم، لا ذاكر، لازم تذاكر، تخلص اللي وراك، كل ده بيعمل كبت، بيتحول لسلوك عدواني. تلاقيه مره واحده كسر، زعق، خبط، رزع. طبعا بنعتمد زي ما قلنا كده ان احنا لو سلوك متكرر يبقى، لو سلوك عرضي نشوف السبب فين. لازم نشوف السبب فين. لازم يبقى عندي بالذات لو في سلوك لو في مذاكره لازم يكون عندي اسلوب للاقناع. تمام. عشان هي المذاكره اصلا حاجه رخمه، خلينا واضحين. تمام. المذاكره حاجه رخمه محدش يحبها.
طب يعني انا دلوقتي شايفه ان حضرتك كل الكلام ده اه عباره عن ان السلوك العدواني كله سببه الاب او الام، تمام. صح كده؟ ايوه يعني الموضوع يا اما حاجه صغيره شعرايه صغيره جدا ليها علاقه بالوراثه، ايوه او ليها علاقه بالام اللي كانت متنرفزه وهي حامل، اه يا اما والباقي كله عباره عن تعاملات اب وام. اه. صح خلي بالك كده؟ برضه ان هو لو في الوراثه العامل برضه هو الاب والام، لو هي مضايقها وهي مضايقه هم متضايقين برضه هو الاب والام. تمام. فهو انا عارفه بصي مبدئيا عشان ما حدش يزعل، اه او كل اب وكل ام عايزين ولادهم احسن حاجه، تمام دي حقيقه، عشان ما اقدرش الوم على اي اب واي ام. تمام بس احنا لازم نعرف احنا ماشيين ازاي. هم عايزين احسن حاجه بس هم عليهم عامل كبير، انت يا بابا اتجوز تخلف مسؤول خلاص. ما مش قادره اقول لك اكتر يعني من انت كده. عايز أنا نفسي تطلعه أساعدك، كده بس مش طلع هينفع. مش هينفع، الاجابه مش عندي. فايه لازم ان هو هيتحمل المسؤوليه. تمام تمام. اوكي. زي هو ده السبب اللي جاي اه. حاليا، القدوه السيئه. انا بتعامل ازاي؟ ولادنا بيتولدوا صفحه بيضاء ما فيهاش اي حاجه خالص احنا اللي بنكتب خالص، براحتنا بقى. بلحه. عارفه اه. الشجره، كائن اه. الشجره في نفسه كده تمام مش عارف اي حاجه. تمام قيم، معتقدات، اتجاهات، اخلاق مننا، حتى طريقه الكلام، كل حاجه. طيب ناخد مثال مثلا، لو خدنا مثال الضرب عشان هو المنتشر عموما، وفي ناس كتير قوي 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 تعبوني على بال ما يقتنعوا ان الضرب مش موجود. مش موجود، لا احنا كده بقى بندلع الولاد. لا، الضرب بيغير في كيمياء المخ، خصوصا في المناطق المتعلقه باحساس العاطفه والامان. تمام تمام. بيغير في مناطق المخ. فاللي عنده الوقت اللي هو بيضرب ازاي، مثلا عايز ياخد حاجه من اخوه، انا بابا بيضربني، فانا فهمت انا ما بعوز حاجه بتضرب، تمام يبقى انا ما بعوز حاجه هضرب. تمام بس بنفس الطريقه. مثلا ان هو يبقى احنا كده بنستخدم ايه؟ بنستخدم السلطه على طفل اعزل، بجد 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 مش بهزار، على طفل اعزل مش قادر اصلا، ضعيف مش قادر يدافع عن نفسه، على اساس ان انا ابوك على او أساس انا إن أنا امك، انت هتعلي صوتك، لا انت نفهم تعمل الاب مش عارفة والام ايه. صح، ما تمام. نفهمش على انهم سلطه. تمام في حاجه كمان مهمه، لو ما عنديش قواعد واضحه ومحدده وتكون منطقيه. يعني مثلا انا عندي النهارده سبت الموبايل بتاعي يلعبوا يتفرجوا على اليوتيوب كتير، ففيهم انه قشطه نتفرج على اليوتيوب. جيت انا لقيتهم بيتخانقوا، زهقت وزعقت ولميت الموبايلات. كده انا ما عنديش قوانين. جيت بكره سبتهم عادي، كده الولد فهم انا منعته ليه، انا اعمل وبعدين ايه، رجعته له ليه، انا استفدت ايه، مش هيبقى فهم حاجه خالص. فاحنا لازم يكون عندنا قوانين واضحه، قوانين للنوم، وقت للنوم، وقت للام، مش شرط قوانين يعني صارمه، على الاقل يكون في رينج. تمام. طب احنا بقى تطرقنا لحاجه مهمه قوي بقى، تمام. اليوتيوب والسوشيال ميديا والتاثيرات بتاعه التلفزيون والكرتون والافلام اللي ليها علاقه بالضرب وهوب هوب فوق يلا الكلام ده كله، ليه تاثيره بنسبه قد ايه على موضوع السلوك العدواني؟ عايزه اقول لك ان دي نقطه موجوده عندنا، ان احنا الطفل بيشوف ايه. تمام. اكلمك عنها. الطفل ولادنا بيشوفوا ايه، حسب ما ولادنا بيشوفوا، العقل اللاواعي بيخزن كل اللي بيشوفوه. تمام. بيجي بعد كده في صوره عنف وعدوان. طبعا كل اللي بيشوفوه حدث ولا حرج، كلنا عارفين إيه بيشوفوا ايه. كرتون كله عنف، مسلسلات كلها عنف، كلها ضرب. حتى الطفل يبقى بينام وبيحلم تحس ان هو بيتخانق وهو نايم من كتر ما هو بيشوفه. لا ده في اطفال كانوا بيقعدوا يتكلموا بطريقه الكرتون. ايوه. ويتعاملوا بيها. اوكي. وانا مش عارفه ايه المدبب، وانا النسر اللي مش على عارفه حسب ايه، ويروح طاير وانا مش عارفه مين. هنقول شو بعد شويه في الحلول، ان احنا لازم يبقى عندنا وقت محدد للحاجات دي، ونشوف ولادنا بيتفرجوا على ايه، ونحدد وقت معين للحاجات دي. يعني مش كل حاجه يشوفوها ومش اي حاجه. طب ما هو بعد شويه لما هيجي يقول لي فلان بيتفرج وانا ما بتفرجش ليه؟ عشان هو مش شرط ان حد بيعمل حاجه غلط يبقى كله صح. طب ما هو مش شايف ان ده غلط، هو شايف ان هو ده حرمان من فكره اني امسك الموبايل ليه 3 ساعات. يعني ليه ما امسكهمش 3 ساعات؟ احنا بنفهم. ما محمد صاحبي وعبد السلام وجارنا اللي في الدور ال19. اوكي، ما هو ممكن يقول لك برضه ما انا صاحبي بيطبخ وانا مش بطبخ، ما هو انت هتسيبيه ساعتها يعمل على النار؟ مش لازم كل حاجه هو هيفهمها بعدين. احنا هنشرح له، بيقف قصادك هنشرح له، يقول لك اشمعنى انا ما ببقاش زي صاحبي. ماشي، ما احنا هنشرح له، بس لازم اكون انا جوايا مقتنعه جدا. في اصلا ناس مش مقتنعه انه عادي. يعني انت تقدري تقنعي طفل بان هو الكرتون او اليوتيوب او هيأثر بنسبه قد ايه على مخك وعلى تركيزك وعلى سلوكك؟ هنصغرها له لحد سنه. هنشرح له لحد سنه. تمام. نفهمها له، نبسطها له لحد ما يفهمها، لحد ليميت معين. لو ما فهمش احنا هنقول له مش هينفع غير كده، وهنشيل منه الموبايل لوقت معين عشان احنا خايفين على صحتك.
تمام. وبرده بطريقه ما فيهاش عند ولا تعنت، عشان ما يحسش ان احنا بنعمل كده كنوع من الرخامه يعني. طب ما بدلها له، او جيت له بدايل. اه ماشي، بس هو بيحب رياضة، الموبايل. ميوزك. اكيد طبعا الحاجات دي مهمه جدا. بس الاطفال بتستمتع جدا بالموبايل. خلي بالك ان الموبايل بيغير يعني، هو بيشد لو في سن صغير اه بنبدا الموبايل يخش بياخد الانتباه والتركيز. لما الطفل بيكبر بيبقى مش عارف يركز في المذاكره، لان هو بدا بمثيرات بصريه عاليه جدا. تمام. اوكي تمام. طيب احنا كده قلنا ان احنا ما كانش عندنا دي الاسباب لغايه اما احنا وصلنا في حاجه كمان مهمه، عدم اشباع الحاجات النفسيه والبيولوجيه. ازاي؟ يعني ايه؟ دي حط تحتها مليون خط، عشان دي مهمه جدا، اللي هي اتكلمنا عنها من شويه. الاحضان. احس بايه وانا بحضن ابني؟ الاحضان قد ايه مهمه؟ الاحضان عندنا اهم من الاكل والشرب حرفيا. هي حاجه زي الحاجات الاساسيه البيولوجيه، زي الاكل والشرب بالظبط. تمام. عندنا 4 احضان في اليوم عشان الطفل يحس ان هو عايش. تمام. و8 عشان يحس ان هو بالانتماء، يعني منتمي للاسره، يتاثر ويأثر فيها. 4 هو عايش. يحس انه عايش للبقاء. 8 عشان يحس ان هو منتمي لحد، عشان يحس انه منتمي للبني ادم ده، او ان هو يتاثر بيني وبينه محبه، يعني ده هو حاجه كده جاية. صح. اوكي. ال 12 حضن لو انت عايزه ابنك يبقى عنده صحه نفسيه كويسه. 4 8 وده مش كتير على فكره. تمام. بعد ال 12 فيه بيبقى فيه اكتر؟ لا مفيش تاني، يعني لو انت حابه هنزود، مفيش مشكله، رايحين بس جايين. اهم حاجه بعمل ايه وانا بحضن ابني. طبعا انا من كتر ما ابني بيعمل انا بعمله كده، يعني بحضنه عشان ابقى حضنته. ده مش ربنا خلق في الحضن ده هرمون زي المضاد الحيوي. تمام. عشان يحصل الافكت اللي بينا لازم يكون انا مثلا ممكن افتكره هو بيبي. تمام. عشان ما افتكروش هو كبير كده انا مش طايقاه، انا اصلا ايه ماشيه بعلاج. انا مش شايفك ولا سامعك. فانا فاهمه. فانت بقى تفتكريه هو بيبي. نحاول معلش هنتعب شويه. لما كان عندك 5 سنين ورايح جاي كده انت تفتكريه وانت ساكته. يعني حاولي يعني ايه، طبعا الحاجات دي بتيجي بالتدريب. تمام. عشان انا لو هو عامل بلاوي انا مش عايزه احضنه ولا اشوفه، بس انا هفتكره هو بيبي. لا بس لا، بالنسبه للام لا، صعب، مفيش حاجه اسمها كده. لا في اوقات معينه انا امهات بتجيلي لو مقطع الدنيا برضو الحضن ده ممكن انت ابنك بقى ما قطعهاش قوي. اصل انا بيورد عليا حاجات كتير والله، بيبقوا مش طايقين نفسهم فعلا. بتبقى تعب مامتها وباباها جدا ومش عارفين يوصلوا لحل. بيحسوا ان هم من كتر اليأس خلاص، انا يا رب الطفل ده هعمل بيه ايه، هعمل فيه ايه. طيب فاحنا لو حضناه حسينا ان هو وهو بيبي هيحصل الهرمون دوت، وهيحصل لو عنده النقطه اللي بعدها الاي دي اتش دي بتبقى بتساعد جدا في تقليل الحركه. طيب احنا هناخد بقى الاي دي اتش دي. تمام. اوكي. وعشان نطلع فاصل ونرجع تاني، بس ناخد الاول النقطه دي نتكلم فيها. اوكي. اللي هي ايه، او الفكره ايه المرض ده، او الفكره بتاعته ايه؟ بصي حبيبتي، الاي دي اتش دي ده مرض نقص الانتباه والتركيز. تشتت الانتباه ونقص التركيز والاندفاعيه. المرض دوت مش انا اللي بقدر اشخصه. تمام. الاخصائي هو اللي بيقدر يشخصه. بشوفه او بعرفه ازاي؟ بتعرفيه زي ما قلنا لما احنا نلاقي ان السلوكيات متكرره لمده شهر متواصل، وبعدين تلاقيه بقى مثلا انا بيجي لي ناس ابنها بيقعد راسه تحت ورجلي فوق مثلا، دي قعدته. اكيد دي مش قعده طبيعيه. بيأذي نفسه، بيأذي حد، ما بيفكرش قبل ما يتصرف. تمام. يتصرف على طول. كل الحاجات دي انا لو استمرت عندي فتره بروح لحد متخصص. طبعا انا لو ابني عنده المشكله ديت وبتعامل على انه طفل طبيعي فانا هضربه لاني مش هستحمله اصلا، فبيزيد عليه. فلازم ان هو حد يشخصه، عشان هو لو تعبان دي حاجه خارج ارادته، هو مش بمزاجه. تمام. في ناس بتحتاج علاج دوائي، في ناس بتحتاج سيشن من غير علاج دوائي. طيب احنا هنطلع فاصل صغير بقى بعد ما قلنا الاسباب، عشان نرجع بقى ناخد العلاج، يعني عشان الناس كلها تبقى يعني تكمل الصوره مظبوط. لسه في سببين 3 بس ممكن نكملهم بعد الفاصل. طيب خلاص اوكي هنكملهم بعد الفاصل. نطلع فاصل صغير جدا ونرجع تاني. احنا عندنا فاضل لنا قد ايه؟ يعني فاحنا فاحنا عايزين بسرعه نسرع بسرعه. استني بقى انا اقول ايه. مرجاني في منوره يا كوتش سمر، كل الدعم ليك يا سمر، منوره الدنيا. انا اول مره اشوفكم، اول مره اسمعكم، بس حقيقي رائعين. منوره احلى كوتش، منورين. ريحانه بتقول منوره يا سموره، من تقدم لتقدم. يلا عشان احنا بسرعه، عشان لان احنا لازم هناخدهم في وقت سريع. اوكي. بس الخط والورق
ايه الورق يمشي شويه كده مش شديده خالص. بس الصوت بتاعه. انا عايزه اقول لك على حكايه ان احنا لما بنخبط كده بيظهر عندنا. ورجعت لكم تاني منوريني كل الناس اللي متفاعله على الصفحه وكل الناس اللي بتسمعني وكل الناس اللي متابعانا. يعني مش عارفه اقول لكم ايه على الكلام الحلو اللي انتوا عمالين تكتبوه ده. مستنيه رسائلكم، مستنيه مكالماتكم على 01042788994. وارجع بقى مع الكوتش بتاعتي العظيمه استاذه سمر. عايزين نكمل بقيه الاسباب علشان نخش على العلاج بقى على طول. اوكي. في سبب كمان. ساعات العنف بيكون طريقه للتواصل، بيكون الطفل مش عارف يعبر ازاي عن نفسه وعن مشاعره. احنا لازم نفهمه ونتكلم معاه ان هو يعبر ازاي بالطريقه الصح. دي احنا قلناها في الاول عامه. لو البيت كمان فيه مشاكل او ضغوط او في ضرب بين الابوين وكده بيعمل مشاعر كبت وبتطلع بعد كده في صوره انتقام. تمام. طيب في حاجه اتكلمنا عن ADHD. اتصرف بقى ازاي؟ دي بقى طرق العلاج. طرق نبدا بقى نخش اول عليه. حاجه لازم نشيل كلمه مفيش زي ما قلنا من قاموسنا. لازم ندعي لربنا واحنا موقنين بالاجابه. لازم نكون موقنين بالاجابه. ونعم لازم نكون عندنا قبول. قبول مش يعني ان انا اوافق. قبول يعني ان انا اعرف ان في مشكله واتاكد ان انا مش سبب في المشكله او سبب فيها. تمام. ولازم اكون موضوعيه في الموضوع ده. وحتى لو انا سبب فيها، ما انا لازم برضو ابقى في عندي قبول ان في مشكله. اعترف بالمشكله نص حلها. نص حلها. لازم اعرف ايه السبب اللي خلى ابني عنيف. ما ينفعش يكون السبب موجود وانا ابقى عايزه اشيل النتيجه. تمام. لازم اشيل السبب وبعد كده ابدا اعدل السلوك. تمام. اشيل السبب ده اللي هو في الغالب بنسبه 99% هو انا. غالبا وكل الاسباب اللي احنا قلناها من شويه نشوف ايه السبب بالظبط، عشان كل سبب بيبقى طريقه واحده بس. تمام. بتختلف الطرق شويه من جواها يعني. اللي هي انا في طريقه تعاملي انا. انا هحسن سلوكي انا الاول. انا خلاص عندي المشكله ابدا همشي ازاي. هبدا احسن سلوكي انا الاول عشان ابدا اتعامل معاه ان احسن له سلوكه. بالظبط كده. لازم اوضح لابني ازاي يعبر عن مشاعره بطريقه سليمه من خلال بقه مش من خلال ايده. تمام. لما بيحس غضب، لما بيحس باي عنف او اي احتياج، لازم يعرف يعبر عن كده. ولازم نكون في البيت محسسينه بالحب وبالتقبل عشان يعرف يعبر عن نفسه. تمام. طيب لازم يكون عندي قواعد ثابته ومنطقيه. احنا قلنا من شويه لما يكونش عندنا قواعد ثابته ومنطقيه. في حاجه مهمه بقى لازم اوضحها. مفهوم العاقبه ومفهوم العقاب. ايه العاقبه والعقاب؟ مفهوم العقاب ده لو دورنا عليه في القاموس البانشمنت معناه حاجه كده توجع القلب. تمام. ان اتسبب في الم او معاناه شخص بغرض الانتقام. تخيلي. ده اسمه العقاب. ده ابدا مش مفروض ان احنا يعني حتى ما نقولش ثواب والعقاب. تمام. في حاجه بقى اسمها العاقبه. العاقبه ان انا اعرفه ان انت تعمل كذا هيحصل كذا. يعرف عاقبه دي بيتعلم. هو الجزاء يعني انت جزائك هيحصل كذا لو انت مش شرط نقولها له بلفظ العاقبه يعني. تمام. بس احنا العاقبه دي لما الولد بيتعلمها بيعرف ايه هو. انما لو العقاب ما بيفهمش. انا اتضربت مش فاهم انا ضربت ليه، ايه اللي انا استفدته، ايه البديل. تمام. اما العاقبه بتفهمه بعد كده يعمل ايه. تمام. احنا كده متهيألي قلنا كل طرق العلاج مش كده؟ في شويه بقى نصايح. يا ريت بقى نقولها بسرعه عشان احنا مستنيين، الناس كلها مستنيه ملك. عايزين نطلع بسرعه. صغيره كده لحبايب الامهات ممكن تساعدهم قوي. تمام. اول حاجه زي ما قلنا نلغي كلمه مفيش. تاني حاجه في اسمها تكنيك اسمه تقنيه الاستك. هتلبسي استك حضرتك من بتاع الفلوس في ايدك وتقفشي عقلك. كل ما تقولي كلام سلبي لنفسك او على ابنك تشدي الاستك جامد وتلسعي نفسك. ده انا اللي بعاقب روحي. ايوه مش بعاقبه. خلي بالك انت كل ما بتقولي كلام سلبي لنفسك او على ابنك اللسعه دي بتحصل جوه، بس العلامه اللي جوه ما بتمشيش. اللسعه اللي بره دي هتمشي. بس اللسعه اللي جوه دي مش هتمشي. تمام. لازم يبقى عندك وقت لنفسك تعملي حاجه بتحبيها. تروحي لصاحبتك تستمتعي بوقتك، تعملي 10 دقائق لنفسك، ربع ساعه كل يوم تستعيدي طاقتك مره ثانيه وانت تستاهلي ده وده مش خساره فيك. كل يوم بالليل اكتبي كل مشاعرك السلبيه في ورقه وقطعيها. اقلبي الصفحه قبل ما تنامي. سامحي يومك. سامحي يومك بكل اللي فيه. تمام. عشان تنامي بهدوء وتبداي يوم جديد ان شاء الله. ان شاء الله. انا متشكره ليكي جدا استاذه سمر. انت نورتيني جدا وميرسي اكتر لكل المعلومات الحلوه ديت. وكل يا رب نكون استفدنا، ويا رب كلنا نتغير، ويا رب كلنا كل اللي عنده المشكله دي او بيواجهها يكون قادر يحط ايده على الموضوع ويبدا يتحرك. يا اما ان هو ياخد باله مع نفسه او يقرا او يشوف او يتحول بقى لفكره انه يروح لاخصائي او حد متخصص في الفكره دي ويحاول يلحق نفسه ويلحق ابنه. في كلمه اخيره حابه اقولها. كل ام وكل اب تخلص من اراء الاخرين. كل واحد بيحكم حسب تربيته وحسب اسلوبه وحسب سلوكه. دور على ابنك، انت ابنك محتاجك، وكل اب وكل ام ابنك مسؤوليتك. شكرا.